متابعي قناة كرة لوكر. النهارده معانا أهم المعلومات عن نادي سدوس. نادي سدوس السعودي هو نادي كرة قدم سعودي ويلعب في دوري الدرجة الرابعة. تأسس سنة 1982 بمدينة سدوس، ويتكون ألوان النادي ألوان الفريق من ثلاثة ألوان، وهي الأزرق والأخضر والأبيض. أول رئيس للنادي هو عبد العزيز بن محمد بن معمر إلى عام 1998، ثم تولى بعدها رئاسة النادي محمد بن عبد الرحمن بن معمر، وصعد به إلى الدوري الممتاز عام 1999 إلى 2000. حاليا يرأس النادي الدكتور خالد المقرن. الاسم بالكامل نادي سدوس، تأسس عام 1982. الملعب ملعب الصائغ ملعب الصائغ بالرياض بالسعودية. الساعة 8900 متفرج في دوري الدرجة الرابعة السعودي، يلعب في الرابع عشر لعام 2008-2009. أما عن الإدارة فالمالك الهيئة العامة للرياضة، والرئيس محمد بن معمر. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن انتم تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الساحرة المستديرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.